4 حاجات لو انت بتعملهم من غير قصد احب اقول لك ان انت عبقري، بس انت مش عارف. لايك ويلا بينا نبدأ. I did it my way. اولا لو انت اوفر ثينكينج، لو بتفكر كتير، بتقعد ترسم سيناريوهات لكل حاجة والتفكير ده بيتعبك، احب اقول لك ده السلوك المشترك اللي عند كل العلماء اللي غيروا التاريخ، ان هم عندهم طاقة جبارة من الافكار وافكارهم مش خاملة وهادية، انت بس محتاج انك توجهها في حاجة تفيدك. تاني حاجة هتستغربها لو انت بتكلم نفسك، تبقى عبقري مش مجنون. لان احصائيات كثيره جدا من جامعه هارفارد اثبتت ان الانسان اللي بيتكلم مع نفسه وبيسمع صوته ده انسان عبقري، هو بيساعد نفسه ان هو يرتب افكاره. فانت لو بتكلم نفسك ومتضايق من الصفه دي، لا كلم نفسك اكتر، بس ما تعملهاش قدام حد علشان انا هفهمك غيري مش هيفهمك. تالت حاجه لو انت لسانك عايز قطعه، يعني دبش بمعنى الكلمه. العباقرة والشخصيات القوية دايما عندهم حتة الصراحة، ان انا اقول اللي في قلبي على لساني مرة واحدة. دي حاجة هتخلي الناس كلها تحترمك، لان الناس برضو مهما كان بتحب تسمع الكلام الحلو، هي برضو بتحب تسمع النقد، بتحترم اللي بيقول الصراحة على اللي بيطبل. انت بس اللي ناقصك شوية مرونة انك تعرف امتى تقول الصراحة وامتى تقول الصراحة بس بطريقة شيك ولطيفة. رابع حاجة لو انت دايما بتتوقع الأسوأ، رغم ان هي حاجة سلبية بس في مضمونها هي حاجة ايجابية. ده معناها ان انت شخص واقعي، مش بتسرح في الخيال والطموحات والاحلام وانت نايم على المخدة، لا انت بتقيس الموضوع بالواقع. وبصراحة الصفة دي بالذات هتحميك من الخذلان والاحباط المستمر، لان انت مش بتبالغ في تقدير الامور او مش بتبالغ في التوقعات، بس انت ناقصك شوية ضبط اعدادات بحيث ان انت ما تخليش واقعيتك وتشاؤمك ده يأثر عليك سلبيا. لا توقع الحلو بس في نفس الوقت برضه ما تتوقعش الحلو. يعني حس دايما شعوريا ان اللي جاي احسن، بس بعقلك اوزن وفرق ما بين الاحسن وبين الاسوأ. خامس حاجة ودي جدعانة من عندي، تبقى عبقري لو بتتابعني.